لا تنسوا الاشتراك في القناة والضغط على زر لايك ليصلكم كل جديد. ضربة موجعة: انتهاء مشوار نجم الجزائر في إفريقيا. اللاعب يعود لاستكمال برنامج التعافي مع ناديه. أعلن فلاديمير بيتكوفيتش مدرب منتخب الجزائر انتهاء مشوار اللاعب جوان حجام مع الخضور في بطولة كأس إفريقيا 2025. وأوضح بيتكوفيتش خلال مؤتمر صحفي أن مسؤولي المنتخب حاولوا استعادة خدمات حجام خلال البطولة، لكن في النهاية تقرر السماح له بالمغادرة لاستكمال برنامج التعافي مع ناديه يونغ بويز. وأصيب حجام خلال الدقائق الأولى من مواجهة بوركينا فاسو ضمن منافسات الجولة الثانية لبطولة كأس إفريقيا، وتعرض حجام لداس قدميه من جانب اللاعب جوستافو سانجاري الذي تدخل بقوة على قدم الظهير الجزائري. تألم حجام بشدة قبل تلقي حكم المباراة استدعاء من غرفة الفار بضرورة مراجعة اللقطة بنفسه عبر الشارة لوجود احتمالية طرد اللاعب بوركينا فاسو. واتجه حكم اللقاء لشاشة الفار لكنه عاد إلى أرض الملعب مقارنا اكتفاء ببطاقة صفراء فقط في وجه اللاعب بوركينا فاسو لينجو الأخير من الطرد المبكر. ورغم تلقي حجام العلاج وعودته للملعب إلا أنه لم يستطع استكمال المباراة وسقط مرة أخرى بعد فترة وجيزة، مطالبا مدربه باستبداله بظل الألم الشديد الذي يشعر به.